السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الغاليين. Some questions that need some deep thinking. بعض الأسئلة محتاجة تفكير عميق شوية. Why does the word inform mean يخبر؟ ليه كلمة inform معناها يخبر؟ لأن ببساطة تعالوا نكمل على الكلمة وتعالوا نرجع نفك الكلمة. لو كملنا على كلمة inform هنكمل عليها suffix اللي هي ATION تبقى information، وinformation معناها معلومات، والمعلومات ما هي إلا أخبار. تمام. يبقى كده لو كملنا الفعل inform اللي كوننا منه الاسم يبقى هيكون معايا كلمة معلومات، والمعلومات هي أخبار. طب لو فكينا الكلمة بتاعتي كلمة inform هنفكها الإن زائد form. إن يعني في، form معناها استمارة، والاستمارة بتتبني على أو بيدخل جواها معلومات أو أخبار. في الحالة دي كلمة inform معناها يخبر. يعني بحط المعلومات اللي جوه في الاستمارة. الكلمة الثانية why does the word university mean جامعة؟ ليه كلمة university معناها جامعة؟ هفك كلمة university، هشيل اي تي واي هتبقى universe الكون، وكده هجيب منها اسم او اجيب منها صفة universal كوني او عالمي، وطبعا مختلفة عن global، مختلفة عن international. ماشي. يونيفرس الكون، يونيفرسيتي الجامعة التي تجمع علوم الكون. يبقى كده إجابة السؤال بتاعي إن كلمة university comes from the word universe، جت من كلمة universe التي تعني الكون. ثلاثة what does the word normal mean؟ why does the word normal mean طبيعي؟ ليه كلمة normal معناها طبيعي؟ ببساطة خالص لأن لو نورمال صفة، لو شلت ال AL بقت نورم أو نورمز، في الغالب تستخدم جمع بمعنى الأعراف أو العرف. ما هو العرف؟ هو السلوك الطبيعي الذي اتفق عليه مجموعة من البشر في مكان معين. فمثلا بقول it's normal to have طعمية in Egypt for breakfast. من الطبيعي إن أنت تاكل طعمية الصبح في مصر. الحمد لله على كل حال، الحمد لله على الطعمية. المهم رقم أربعة why does the word someone mean شخص ما؟ ليه كلمة someone تعني شخص ما مع إن كلمة some بيجي معناها بعض؟ some بيجي معناها بعض لما يجي وراها اسم جمع، لكن some هنا تفيد الغموض، تفيد عدم التحديد. في الحالة دي شخص ما like someone broke the window، شخص ما كسر الشباك. أنا ما أعرفش مين اللي كسر الشباك، واعتبره شخص ما مجهول بدون أي معلومات عن الشخص ده. Why does the word uh, definite mean محدد؟ ليه كلمة definite معناها محدد؟ لأن لو كملت على كلمة definite هتبقى كلمة definition تعريف، والتعريف هو الصفات العامة المحددة لشيء ما. لو جيت قلت لك إيه هو تعريف السلام؟ هو حالة من الاستقرار اللا عدائي، حالة من الاستقرار النفسي، حالة من عدم الحرب. ده كله تعريف. فطبعا التعريف هو يوضح معنى الكلمة. طب لو أنا شلت كلمة اي، الحروف اللي هي اي تي اي تبقى، وضفت اي تبقى ديفاين بمعنى يعرف. ولما تعرف حاجة أنت بتحددها. عرف الضوء، يبقى أنت هتحدد لي إيه هو الضوء. يبقى كده ممكن أفك أجيب الفعل أو أكمل أجيب الاسم. رقم ستة why does the word believe mean يصدق؟ ليه كلمة believe معناها يصدق؟ لأن believe هي المرحلة الأعلى شوية من think يعتقد، just an opinion مجرد فكرة. لكن believe معناها يصدق طبعا is based on experience مبنية على الخبرة. وكلمة experience مهمة جدا، لأن أنا عشان أصدق فلان لازم أنا عملته مرة واثنين وثلاثة أربعة 15 عشان أقدر أصدق إن الشخص ده لا يكذب، إن الشخص ده honest أمين، إن الشخص ده ماهر، إن الشخص ده جينيوس عبقري، وهكذا. كده تمام، خلصنا السؤال ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.